بعض الناس يريد وهو قاعد مع أصحابه يضحك فيبدأ يألف قصة أو حكاية ليست في الواقع وإنما يعني عشان الناس تضحك. طيب هل هذا الفعل جائز؟ تعالوا لنرى ما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل هذا الفعل. وقد سئل: يا رسول الله إنك تداعبنا، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ولكني لا أقول إلا حقا. وقال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث القوم بالحديث فيكذب ليضحكهم. ويل له ثم ويل له ثم ويل له، 3 مرات ويل له. يقول صلى الله عليه وسلم أيضا: ألا هل عسى رجل منكم يتكلم بالكلمة فيكذب ليضحك الناس فيسقط أبعد ما بين السماء والأرض. ألا هل عسى رجل منكم يتكلم بالكلمة فيكذب ليضحك القوم فيسخط الله بها عليه ولا يرضى عنه حتى يدخله النار عياذا بالله. يعني يقول الكلمة فيكذب لكي يضحك الناس فيستحق سخط الله سبحانه وتعالى، ولا يرفع عنه هذا السخط والغضب حتى يأتي يوم القيامة فيدخله الله النار ثم يخرج منها بسبب هذا الكذب الذي كذبه. إذن المزاح مباح وأمر جميل، ولكن بالصدق لا بالكذب. يعني قاعد مع أصحابك تدخل عليهم الفرح والسرور، هذا لا شيء فيه، ولكن تكلمهم بالحق وبالحقيقة. لا تؤلف المواقف ولا تستدعي موقفا لم يحصل أصلا لك فتتخيل بأنه حصل لك وتخبر به أصحابك حتى يضحكوا. مثل هذه الأمور لا تنفع، وإنما هي وبال عليك.